عاملين ايه؟ ومعاكم حلقه جديده من قصه والحدوته والروايه بتاعه استون فيلا. استون فيلا فريق اتاسس سنه 1874 اسمه استون فيلا عادي. سبحان الله، يعني الاثنين اللي فات كان اسمهم غريبه، ومملوكين لمجموعه اسمها في سبورت. والعدو اللدود بتاعهم اللي هو برمنجهام او برينجهام حاجه كده، يعني مش فاكر، اللي هو طلع منها بلينجهام عامه، اللي هو بيلعب في ريال مدريد دلوقتي. ومين البارتنر شيب بتاعهم؟ زد، بتاع الدوري المصري بتاع. موضوع غريب الصراحة ان هو يبقى موجود في الحياة برضه، بس تمام. يعني الاستاد بتاعهم اتفتح سنة 1897 بسعة 42 ألف متفرج، وأعلى حضور كان 78 ألف متفرج. معرفش ازاي بجد، يعني أنا مش فاهم، بس تمام. يعني وكان قدام فريق تقريبا في نهائي. معاهم شامبيون ليج وسبعة دوري وخمسة كاس وواحد دوري أوروبي، فمعاهم لا بطولات كويسة. يعني أستون فيلا فريق كويس، مش وحش، يعني يمكن اعلى من مانشستر سيتي من فتره يعني، بس مش مشكله يعني. الناس اللي بتشجع مانشستر سيتي على جديد اركنها على جنب دلوقتي. سنه 1886 كسب 13-0 فريق، اقسم بالله ما عارف انطق اسمه. في 1886 هم تقريبا الفريق ده خلص، انتهى، مش موجود، فمالوش لوجو. فانا مش فاكر اسمه، او مش عارف اسمه، او مش عارف انطق اسمه. وفي سنة 2012 خسر 8-0 من تشيلسي، ودي هزيمة لأستون فيلا لحد النهاردة. يعني أكبر انتقال ليهم كان جريليتش، مش ليهم يعني، هم طلعوا جريليتش لمانشستر سيتي ب 117 مليون. وما ننساش إن محمود حسن تريزيجيه الأسطورة بتاعتنا، أنا بعتبره أسطورة يعني، اللي هو بس يعني محتاج فرمطة ذاكرة. يعني المهم، يعني كان بيلعب في أستون فيلا في يوم من الأيام، وجيرارد قال له اطلع بره. أنا بكره جيرارد أوي يا كابتن. بس ودي كانت قصة استون فيلا، وكان معاك عبد الرحمن هشام. وما اعرفش هنكمل في الستوري دي ولا لا، او في البلاي ليست دي ولا لا، بس تقريبا لا، لان مش امبارح كان فيها 4 فيو، مش عارف. خلينا نشوف كده الدنيا هتمشي معانا لايه في البلاي ليست دي، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة.